أهلا بيكم في سلسلة English Tips. في 3 كلمات شبه بعض جدا في الإنجليش، بس المعاني بتاعتهم مختلفة تماما. واحدة معناها شوية وقت، والتانية في وقت ما، والتالتة أحيانا. تعال نشوف الفرق بينهم مع أمثلة سهلة وبسيطة. رقم 1 كلمة sometime. اتنين منفصلين، خلي بالك، some لوحدها وتايم لوحدها. معناها ايه؟ قبل ما اقولك معناها هقرا لك المثال ده الاول. I need some time to finish the report. يعني محتاج شوية وقت علشان اخلص التقرير ده. هنا بقى بنتكلم عن مدة زمنية بس مش لحظة معينة، يعني عندنا شوية وقت بس مش متحدد قد ايه. تمام؟ مثال تاني. We spent some time at the beach yesterday. احنا قضينا شوية وقت على البحر امبارح، مش طول اليوم بس وقت كده ورجعنا. مثال تالت علشان نأكد المعنى. Give her some time to think about it. اديها شوية وقت تفكر في الموضوع، مش لازم ترد دلوقتي، خليها تاخد وقتها. الخلاصة some time يعني كمية من الوقت بس مش بنحدد قد ايه بالظبط. تمام؟ تعال بقى على الكلمة التانية. sometime كلمة واحدة مفيش فاصل بينهم، يعني في وقت ما، سواء في المستقبل أو في الماضي، بس برضو مش بنحدد امتى بالظبط، مش عارفين الوقت بالظبط. Let's meet for coffee sometime next week. تعالى نقعد نشرب قهوة كده في وقت ما في الأسبوع اللي جاي. أنا مش محددة الوقت على فكرة، يعني في أي وقت في الأسبوع اللي جاي، مفيش يوم أو ساعة محددة. مثال تاني. I visited London sometime in 2010. أنا زرت لندن في وقت ما سنة 2010. مش فاكر إمتى بالظبط بس في السنة دي. فاهم قصدي إيه؟ طيب مثال كمان عشان نوضح الفكرة أكتر. Sometime soon I want to start learning Spanish. يعني نفسي أبدأ أتعلم أسباني قريب في وقت ما، يعني ناوي أبدأ بس لسه محددتش إمتى بالظبط. الخلاصة إن sometime اللي هي كلمة واحدة بتعني وقت مش معروف أو مش متحدد بالظبط. تمام؟ آخر كلمة sometimes اللي آخرها اس وهي كلمة واحدة، ودي معناها أحيانا أو من وقت للتاني. وخد بالك الكلمة دي بستخدمها من الكلمات الدالة على المضارع البسيط. طيب تعالى هنا بقى نشوف مثال. I sometimes read books before going to bed. أحيانا بقرأ كتب قبل ما أروح أنام، مش دايما بس ساعات كده. زي ما أنا قلت لك من شوية إنها بتعبر عن المضارع البسيط، حال بيعبر عن التكرار. كلمة sometimes اللي هي كلمتين، هي شوية وقت، مدة زمنية مش متحددة. sometime اللي هي كلمة واحدة في وقت ما، نقطة زمنية مش معروفة أصلا. sometimes اللي آخرها اس، أحيانا، حاجة بتحصل كل شوية. اكتب لي في الكومنتس مثال على كل واحدة، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. بس كده، شكرا.